سنين من الشيل والحط في الغربة، والنهاية يجي في صندوق بشعي. وأصعب ما في حياة الإنسان وفي حياة أهل الإنسان أو في حياة أهل المتوفي إنه ابنهم يجي في صندوق. صعبة، صعبة بجد. محدش يتوجع غير أهله وأسرته وأولاده. صعبة بجد إنه بعد سنين من الشقا وسنين من التعب وسنين من الكفاح وسنين يشيل ويحط ويروح ويجي ويسهر الليالي وبالنهار عرقان وبالليل تعبان، وفي الآخر يجي الصندوق. لا اعتراض على أمر الله، لا اعتراض على أمر الله، وده قدره ومعترفين. ولكن في بعض الناس اللي ما تيجي من الغربة وما بيروحش تاني بيقول يا راجل ده أنا كنت في الغربة أفضل، ده أنا كنت هنا في الخارج أفضل. مش أفضل. وجودك وسط أهلك ووسط أسرتك حياة كريمة وحياة كبيرة. صعبة للي بيجي في صندوق ومش قادر أكمل، لأنه الإنسان موجوع لما تشوف زهرة شباب جاية في صندوق.